هلا شباب، السلام عليكم. اخوكم جانتي وياكم بعد غيبة طويلة، وتدرون الظروف وشغل ووقت ماكو. وهاي القناة تعرفون كل الزين بان انا مخليها لاخوتي الشباب بكل الوطن العربي، مساعدة مني الهم. اللي مر بحياتي واللي تعلمته اعلمكم عليه. انا لا دكتور ولا اني محترف بطولات، اني هاوي مر بتجارب لهنا، ولهذا السبب انتم قاعد تفهمون علي وافهم بيكم. اني واحد من عندكم. موضوع اليوم ملك التمارين لكل العضلات. كل عضلة لها تمرين اساسي يكون هو الملك، هو اساس تمارين عضلاتك. كل عضلة هسه راح اجيكم عليها بالتسلسل. لكن قبل ما احكي بهذا الموضوع، اكو اختلاف قاعد يصير هواية ويا الشباب على موضوع بانه وقت التمرين. هواية ناس ما يتفقون، يقول لك كابتن انت تقول 45 دقيقة وقت التمرين مالتك، تمام؟ ايش قد نتمرن احنا؟ 45 ما يكفي. انا اقول لكم يا شباب، هذا كلام مو بس كلام يعني. المشكلة بينا بانه اي شخص يعتقد انه ايش قد ما طول بالتمرين انه هو يبني عضلات، هذا غلطان. ايش قد ما طولت بالتمرين انت قاعد تهدم جسمك، بغض النظر عن اذا انت قاعد تاخذ سترويدات لو لا. بس خلينا نكون واقعيين، قاعد نحكي بالسمبل بالناس العاديين. وانا اللي اخذ هرمونات بعد همتين ما اطول بالتمرين اكثر من ساعة، والكل يشوف والكل يعرف اللي يتابع اللايف مالي. وهذا جاي كتلر، مو جاي كتلر، هذا دوريان ييتس، تمام؟ المشكلة بأنه أكو هواية شباب لما يبلش ياخذ سترويدات أو ياخذ سارم أو ياخذ شيء، يحس عنده طاقة خارقة ويبرمج عقله بأنه أنا ما أريد أترك يوم ما أروح للجيم. لكن هو قاعد يهتم بالبناء بالريكفري للعضلات، لكن ما يهتم بالريكفري العصبي. عندنا استشفاء عصبي وعندنا استشفاء عضلي. الاستشفاء العصبي هذا يراد الابتعاد عن الجيم. مليون مرة تكلمت بالموضوع هذا، بس ما حد قاعد يستوعب. يعني أنا عندي زبون والله وقفت على قد ما ازعجني، قاعد أقول له لا تتمرن كل يوم. هو لما أخذ مواد أخذ سارم صار مجنون، يريد يروح يتمرن كل يوم. آخر شيء يقول لي كابتن أنا صرت أنام وما أشبع نوم، أنام وأظل أحس نفسي تعبان. قلت له طاقة عصبية، جسمك صفر طاقة، صفر طاقة. ما يقدر. اكو ناس هو يتمرن يتثاوب ينعس يريد ينام، منتهي جسمه يقول له ما اقدر اتمرن، عندي بومب من الهرمونات، عندي انتفاخ من الهرمونات، لكن جسمك يحتاج راحة. هذا جاي كتلر. You mentioned how many days a week do you train, right? I mentioned 5 days. I never trained 5 days in a row, weekends off or anything like that. I would train like on a 2-on, 1-off schedule. After 2 days of hard training, my body needed a break. I did that. I worked with all different schedules, all different body part groupings. I tried to focus on maybe one body part a day. ايش قاعد يتمرن؟ قاعد يقول لك 4 ايام او 5 ايام، 4 ايام بالاسبوع او 5 ايام. احنا كل يوم يا ريت ياخذ هرمونات، بدون هرمونات وريحته جقاير وكل يوم تمرين. منين تطلع لك عضلات؟ خطيه شغله من الصبح لليل وكل يوم تمرين. ما هاي البرمجه غلط، هذا المفهوم غلط، ما يصير. ما هذا الفكره اللي اوصلكم اياها. انت اذا اقتنعت بانه جسمك راح ينبني بالجيم فانت غلطان، ما قاعد تسوي كل شيء. جسمك ينبني بالبيت، بالراحه، بالنوم، بالتغذيه. هنا ينبني جسمك، هنا يزيد وزنك، هنا تكبر العضلات. مو اذا اتمرن كل يوم، ما يصير. ما هذا اللي فكره بدي اوصلكم اياها. يصير كل يوم يروح الجيم، الشاب يصير شلون يقولوها متشلوب على الجيم، متشلوب، يريد ينام بالجيم، يريد كل يوم يروح. لما المدرب مالته يقول له روح ارتاح عباله يريد يخلص منه. ما يصير، مو بهالشكل هذا دوريان ييتس. شوفوا كم قد الوقت ماله يتمرن. Training 10 hours a day is not going to build your muscles, it's just going to burn out. So I was doing average 45-50-minute workouts probably 4 times a week. And everybody says, oh, that's it. Well, I write on a piece of paper, what the fuck is that? That's nothing, man. I'm like, okay, but come and do it. Come and do it and tell me if you want to do more when we're finished.
ما أنا هذول الاثنين، أنا ما أقول لك روني كولمان، هذول ما أسمعهم هذول. روني كولمان مو مدرب، روني كولمان بطل عالمي 8 مرات، لكن إلى وقته وهو همتين على فكرة، هو همتين يقول 45. لكن أنا معلوماتي أخذها من هذول، شيء 6 أشخاص 5 أشخاص أنا أخذ معلوماتي من عندهم. ليش؟ لأنهم هم عاشوا فترة التدريب، فاتم بهذا الجو. مو بس لاعب يجي مدرب يشرف عليه ويروح يقول له روح اتمرن وخلص، مو فهمان شنو. اكو هواي ناس عندهم عضلات لكن ما يفهم شيء بلعبة كمال الأجسام. او صاحبنا صار جوجل وحط عليه لقب، وهذول الحين ورا يحطون عليه القاب وصار لك مشهور خلاص، عاد ما يعترف بالدنيا كلها. اكو هواي قاعد نشوفهم، احنا بس ساكتين. بس يا شباب والله العظيم ترى جسمك يريد استشفاء عصبي مو عضلي، يريد ابتعاد عن الجيم. فأنا حطيت لك مثالين، دوريان ييتس وجاي كتلر، الجيل القديم والجديد، على مود توصلكم المعلومة. وأنا شو خسران؟ بس هي يا شباب أنت لازم ترتاح، تحس نفسك ما تشبع نوم، تحس نفسك، هاي أول المشاكل. أول شيء ما تشبع نوم، تحس نفسك تقعد من النوم تعبان، هذا الدليل على جهازك العصبي خربان، تحتاج راحة، ابتعاد عن الجيم. وراها عاد تبلل الشهية تنشد، سهيتك تنشد، هاي ياخذ هرمونات يصير يضغط على نفسه بالجيم، اول شغله تنضرب به الشهيه، يصير بعد ما يشتهي ياكل. وصارت ويا هوايه شباب يسمعوني. وراها النوم، تمام، يحس بتعب دائما بالتمرين. وراها عاد تبلش شهوه ماكو، التستوستيرون ينزل، تبلش تطلع له حبوب، الهرمونات تتخربط، يصير يوقع شعره. هذا كله من المبالغه. هاي الاعراض اللي تصير كلها من الخبيص والاخباص اللي يسووه الشباب، على قد ما يجهد نفسه ويضغط على نفسه. ان شاء الله وصلتكم الفكره يا شباب. الاستشفاء العصبي مطلوب، مطلوب على مود تكبر عضلاتك. نرجع لموضوعنا. ملوك التمارين. بكل عضله عندنا بجسمنا في تمرين اسمه الملك، بكل عضلات جسمك. احنا كم عضله عندنا اساسيه بالجسم؟ ما نحكي على الصغار، احنا عندنا 6 عضلات كبار بجسمنا اللي نتمرنها، تمام؟ وهسه اجيكم عليها بالتسلسل. طبعا انا ما تكلمت عن العنق، ما تكلمت عن السواعد، ما تكلمت عن الكالف، ما تكلمت عن اللور ظهر، اللور باك، تمام؟ ما تكلمت عن الجلوتس. هاي املها تمارين. هوايه شباب تجي الفردات مالته لازقات ببعض لو ممسوحه صغيره مو موجوده. صاحبنا يلعب رجلين وناسي الجلوتس، الجلوتس نص جسمك ابويا. ليش يصير عندك الم بالظهر؟ ما تهتم بهاي العضله الهبس. هوايه شباب يشوفون جانتي يلعب جلوتس، تلعب جلوتس، شايفني شغل رقاصه؟ اي العب جلوتس، نص عضله جسمي، تحمي ظهري، تحمي اسفل الظهر، تروح الدهون اللي باسفل الظهر، تخلي الشكل مال جسمي صح، تخليني ارفع اوزان بالرجلين. عضله قابضه بين الجسم، نص الجسم مالتك لها مكانها ولها احتياجها بالجسم. العنق، اكو هواي ناس ملعب عنق يستحي، يقول لك اكتب له تمرين العنق، يقول استحي العبه قدام العالم. طيح الله حظك، انت رايح تلعب على مود العالم لو تلعب على مود نفسك؟ انت رايح تلعب على مود نفسك، جسمك، شو اللي دخل بالعالم؟ وهاي نقطة هماتين كلش ضرورية. هواي شباب تلاقي له من راح يتمرن يحس الناس كلها تراقبه، ما يصير. شو لك علاقة بالناس؟ انا اتمرن تمرين اللي يحتاجه جسمي. اذا انت رايح وتتمرن على مود الناس تباوع عليك او الناس يشوفوك، هاي ما طلعت رياضي، انت راح تستعرض. واخر شيء جسمك هالكبر. فالعضلات، ملك التمارين لكل عضلة راح نبلش بيها من عضلة الصدر. ملك التمارين لعضلة الصدر هو البنش بريس. قبل فترة نزل لنا واحد طحلوب. احنا نعرف كل الزين بانه هذول الطحالب اللي ينزلون على الميديا يحاولون يناقضون لعبة كمال اجسام بس على مود يسوون ضوضاء، ضجة، الناس تتكلم. والمخابيل والجهال، تمام، هذول الصغار باللعبة الحفلقية الطحالب، كل شوية داز لي واحد الفيديو كابتن يقول انت شلك علاقة؟ منو هذا اللي قاعد يتكلم؟ اللي قاعد يتكلم عصفور، واللي واقف من عنده عصفور اكثر من عنده، ضعيف، لا عندهم عضلات. قاعد تحكي على تمرين ملك التمارين، ملك تمارين التشيست. اول تمرين اخترع بلعبة كمال اجسام البنش بريس. تيجي عليه واحد حاجة سامع
يقول تمرين الشيست أسوأ تمرين الصدر، ما يسمع بس الأغبى منه. تمام. فهذا يعتبر ملك تمرين عضلة الشيست، الصدر، ملك تمارين عضلة الصدر. هذا تمرين ضاغط منتهين من عنده، تمرين ضاغط، ملك تمارين عضلة الشيست. يعني إذا أنت بيوم مستعجل وما عندك وقت تتمرن وعندك تمرين صدر، تلعب تمرين الصدر هذا، وتلعب تمرين ثاني ساحب اللي هو تمرين الاستطالة، هذا مثل ما نقول عليه تمرين استطالة. تمام. هذا ضاغط وهذا ساحب. والتمرين الثاني اللي هو غطس متوازي، الغطس متوازي، هذا ملك الستريتش، ملك التمارين الساحبة بالنسبة لعضلة الصدر. فاحنا عندنا هذين الاثنين، الضغط والمتوازي، لعبتهن انت حركت صدرك كله على الاطلاق، كل صدرك حركته، اعلى ومستوى وسط واسفل، اذا لعبت هذين الاثنين. والله العظيم بدل ما تخبص وتقعد تعد 5 تمارين، اذا لعبت هذين الاثنين لجسم صدرك يصير هالكبره. ليش؟ لان يصير عندك استشفاء. انت لما لعبت التمرينين هذين بقوه، تمام، بتركيز، بوزن جيد، ما يحتاج تلعب اي تمارين ثانيه الا اذا انت محترف متقدم، العالي والاسفل والسنجل والمفرد وزاويه وما ادري شلون، هذا شيء ثاني. لكن والله العظيم تيجي علي اسبوع اني ما العب غير هالتمرينين هذني، واجيب حجم. تدرون ليش؟ لان بالبيت يصير الحجم على التغذيه مالتي، استشفاء، اكو تمرين قاسي. واذا اجاني واحد العب هذني التمرين انا زاوع العافيه، والله يزوع العافيه. مثل دوريان ييتس يقول اكو هواي ينتقدوني، يقولوا لي بانه انا اتمرن 7 تمارين 8 تمارين، انت جاي تتمرن لي هاي اوزان الكلينكس، يصيحون الكلينكس يقولوا عليه. تمام. يقول الكلينكس، يقول تعال اشوفك الكلينكس شنو هو، خليك تتمرن تمرين وياي وشوف الكلينكس شلون يسوي عضلات، شلون تتحمل. هنا تتمرن مو بالاوزان. فاكو استخفاف هوايه، لكن الذكي اللي يعرف يطلع عضلات. فاحنا قلنا تمرين ضاغط الصدر، البنش بريس، هذا ملك تمارين الصدر، وستريتش، وتمرين الساحب. خلصنا من عضلة الصدر، ملك تمارين عضلة الصدر. تمام. احنا اكو تمارين هواية ثانية اساسية، لكن احنا نقول على البيست اللي شغل كل الزوايا. المتوازي، الاكتاف، ملك تمارين الاكتاف هو الفلاي سايد. احنا نعرف بانه الاكتاف بها امامي وخلفي وجانبي، مو مختلفين على هذا الموضوع، لانه بس اني اثق 100%، وانتم شايفين اكو هواي الناس لما يلعب الكف الجانبي يلعب امامي، ما يلعب جانبي. ليش؟ الزاويه تطلع بيه من الامام، ما يرفع الكوع ماله، ما يرفع من الكوع. لكن انت اذا رفعت من الكوع انت جبت الكتف بالمضبوط. هذا تمرين الكتف الاساسي مثل ما اقول لكم. يعني عندي بالبرنامج الاول يقولوا لي كابتن انت ليش ما حاط لنا الخلفي برنامج المبتدئين؟ اقول له مبتدئ شو تسوي بالخلفي؟ انت كبر الاساسي الامامي والجانبي، عاد بعدين فكر بالخلفي. مبتدئ هالكبرك طاقه ما عندك وتحكي لي بالخلفي، ما يصير. افتهمت الفكره وين؟ فاكو هوايه تمارين نتجنبها. ليش؟ لانه احنا نستهدف العضله الكبيره اللي تنمو، بدل ما نروح على زوايا نضيع تعبنا بها. التمرين الساحب الثاني للكتف اللي هو النشل، نشل اسفل الذقن، هذا تمرين ساحب لعضله الكتف. ملك تمارين الظهر، التجديف بار، ملك تمارين الظهر، التمرين الضاغط، تمرين الضاغط تجديف بار، ملك تمارين الظهر. لكن هذا التمرين بدون البول اب العقله مستحيل يشتغل وياك، مستحيل يشتغل وياك بدون العقله، ما تقدر تلعب هذا. يعني انت اذا ما عندك وقت وتريد تلعب ظهر العب العقله بس، لانه احنا خلينا نكون واقعيين، نعرف كل زين بانه تمارين الظهر كلها تمارين ساحبه، مو تمارين ضاغطه، كلها تمارين سحب. لكن انت اللي تحدد تمرين الضغط شلون، لما ما تفرد ايدك للاخير وتعتمد على رفع الوزن، على ضغط العضله، على البمب، بعدين تنطي تمرين ساحب. فاحنا قلنا التمرين الضاغط هذا التجديف، التمرين الثاني العقله. يجون شباب يقول لك كابتن اني ما احب هذا التمرين، نصيحه مني لكم لاي شخص يتابعني بالوطن العربي، التمرين اللي ما تحبه
هو التمرين اللي يحتاجه جسمك. التمرين اللي تكرهه هذا التمرين اللي المفروض تتمرنه، اللي المفروض تلعبه. خليها نصيحة براسك، التمرين اللي ما تحبه واللي تكرهه هو التمرين اللي المفروض جسمك يتمرنه، واللي هو المفروض تحتاج تلعبه. فهمتوا؟ هاي قاعدة خلوها عندكم. التمرين اللي ما تحبه هو المفروض التمرين اللي تتمرنه انت، هو اللي يحتاجه جسمك. ما تقدر على هذا التمرين، العب على الجهاز. العب على الجهاز، جهاز يساعدك. انا بصراحة مرات اخاف على نفسي العب على الجهاز. وهذا التمرين ترى مو اول تمرين. اللي يريد يسمع كلامي، اخر تمرين بعضلة الظهر وانت حل الموضوع. البايسبس، الكيرل، مرجحة بالبار، ملك تمارين البايسبس. لا دامبل ولا زاوية ولا حط ايدك ولا على الكيبل. بالبار، حتى مو على الكيبل، بالبار. ليش؟ لانه الكنترول، انت اذا سويت كنترول تعرف تلعب التمرين بشكل صحيح، هو هذا اللي راح يسوي لك عضلة. بالكيبل اسهل عليك، تمام؟ لكن اذا لعبناه بالبار، الفكرة انه انت شلون تسوي كنترول. اول شيء هواية ناس لما يلعب الكيرل بالبار يحط الوزن هنا، شو يصير عنده؟ يصير الوزن على الكوع مو على العضلة. الوزن يصير للأسفل. المفروض الوزن يكون ساحبك. دائما العضلة بحالة ضغط. لما ترفع الوزن العضلة بحالة ضغط ساحبتك. من رفعت الوزن للأخير الوزن صار على الأسفل. فهنا ارتخت العضلة وضاعت جاذبية من عندك مال التمرين. فالأفضل انك تعصر. ولما تنزل تمد مدة كاملة علشان تسوي ستريتش كامل للعضلة. علشان من صدق تستفاد من عنده. وشغلة انك ترجح تلعب وتمرجح جسمك كله من فوق لجوا، لا ما يشتغل هذا التمرين. المحترفين سابقا كانوا يلعبوها الاولد سكول، لكن كانوا يلعبوها اثناء التنشيف بهالشكل هذا، سريع وجسمه كله يتحرك عبالك ماكو شيء. هذا تمارين تنشيف ما لنا علاقه به. احنا نتكلم على السايز. هو قاعد يصور نفسه اثناء التنشيف، يعد تكرارات، هو يريد بس يحرق، انتهى الموضوع. الترايسبس، التحطيم، هذا اهم تمرين لعضله الترايسبس. اهم من الكيبل، اهم من الدامبل، اهم من كله. سماش سكول للجبهه، تمام؟ شوفوا يا شباب، احنا نعرفه بانه هو للجبهه، صح لو لا؟ لكن هنا قاعد ينزل خلف الراس علشان يسوي نزول كامل، علشان يسوي نزول كامل، ستريتش، مد كامل للعضله. عرفتوا علي شلون؟ واكو خدعه صغيره بالتمرين، باعوا على الكوع مو مستقيم، مايل. وحتى لما يرفع الدامبل خلف الراس، البار خلف الراس موجود، مش موجود امام العين او امام الحلق او على الصدر. لان اكو هواي ناس لما يلعبوا على الصدر، فهذا ترى ما يصير. انت اذا خليت ايدك بهالزاويه هاي راح يظل الوزن على الترايسبس مالك، لكن اذا رفعته مستقيم الوزن راح يكون على المفاصل والعضله راح ترتخي، وهذا الشيء غلط. فشايفين الزاويه وين؟ هاي شغله هوايه ناس مو منتبهين عليها. لازم يظل الوزن بهذا السبب، علشان تظل الزاويه الترايسبس شاد وياك، ضغط جاذبيه الوزن تظل على الترايسبس. التمرين الثاني الاخير، السكواد، ملك التمارين اللي هوايه ناس مدى يلعبوه بشكل صحيح او يكرهوه. مع العلم السكواد من اهم تمارين الرجلين، وهوايه ناس يوم يفكر بالسكوات يصير يفكر بالاوزان. ما لنا علاقه بروني كولمان، ما لنا علاقه بهذولاك الثانيين. ترى هوايه محترفين يلعبون السكوات والله العظيم بال10 كيلو وبال20 كيلو، واقسم بالله العظيم بال10 وبال20 كيلو، وهذول من عندهم. مو الخبال، هي مو بالاوزان. الاوزان ضروريه لكن مو هي اساس كل شيء. ترفع الوزن وتمرينك غلط، شنو استفادينا؟ هاي شغله هوايه ناس لما ينزل بالسكوات ينزل نص سكوات على والله شنو ما اريد اذل الركبه. من وين جايبها هذا الاختراع؟ النزول الكامل هو اللي يحمي الركبه، مو النص نزله. النص نزله هي اللي تخلي الوزن اللود يصير على الركبه، هنا تصير الاصابه. لما تنزل نزله كامله انت قاعد تحمي ركبتك. ما حد قال لك تنزل بالسكوات بال200 كيلو. ارفع وزن صحيح وانزل نزله كامله على مود تعطي مد كامل، على مود تحمي الركبه مالتك من اللود، من الوزن. فيا شباب، هاي بكل بساطه التمارين يسموها الملكيه، اساس تمارين كل عضله. كل عضله بها تمرين اساسي ما نقدر نستغني عنه.
وهم ارجع واقول لكم التمرين اللي تكرهه هو التمرين اللي لازم تتمرنه، هو التمرين اللي لازم تهتم به. ما اريد اطول عليكم، الشرح بسيط وفيديوهات ان شاء الله ما راح تتوقف، راح اظل انزل لكم فيديوهات، وصار عندي وقت هسه وراح اتفرغ لكم. تمام؟ فان شاء الله تكونوا استفاديتوا. وارجع واقول لكم اني مالي نازل من السماء، عندي اخطاء، بس اني قاعد اوصل لكم فكره من اخ لاخوته. تمام؟ وانتم شايفين جسمي وانتم شايفين التطور. اني ما اقعد اصور بلعيبتي بلواعيبي شلون صار وشلون بعد، هاي السوالف صارت قديمه. اي الجاي صار يجيب صور من جوجل وجايب لي صوره صورتين وحاطها قبل وبعد، احنا ندري منين جايبها. بيك خير صوروا انت واقف وياه قبل وبعد، مو رايح جايب لي بطل اوريدي هو بطل شغال على نفسه وقاعد تدرب بيه وتقول لي هذا شغل ايديه. مو علينا هالسوالف هاي. مو جايب واحد على الستيج خطيه المسكين شايفه ما عنده فلوس الصبغ، راح دفعت له فلوس صبغ او دفعت له مال اخر تنشيفه. تمام؟ واخر شيء لاعبي فلان وهو خطيه يقول ايه مسكين ما عنده. والله اللعبه السخيفه هاي. مو علينا هالكلاوات ولا على المتابعين مالتي اللي يعرفون جانتي، لان نعرف هاي الشغلات منين جايبيها، ندري كل الزين. كنا ولد قريه وكل من يعرف خيه، هذا مثل عراقي على فكره، الدول العربيه يسمعونه، لانه هاي الشغله صارت مشهوره. خطيه اللاعب تعبان على نفسه واخر شيء قبل البطوله شاف جسمه حلو، تعال اني انشفك، اني انزلك بطوله، وهذا ورا اوريدي مصفر صاحبنا على والله شوفوا لاعبي. هاي شغلات صارت قديمه. المهم انا جايكم بالنصيحه يا شباب، اسالكم بالله انه تسامحوني اذا غلطت بحقكم او بحق احد، وادعوا لي يا شباب. الله يوفقنا ويوفق الجميع. فيديوهات ان شاء الله جايه قديمه، واكو انتقادات كبيره راح انزل لكم اياها جديده ان شاء الله على البطولات، طبعا على الشغلات. اشوفكم بخير. السلام عليكم.